السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. يلا بينا بقى النهارده فيديو جديد ويوم جديد. لايك وشير وكومنت حلو الفيديو النهارده. قولي بتتابعيني من فين. اول حاجه بقى، بصوا كان معايا نص كيلو شاورما. بصوا بقى يا جماعه، بصراحه كده هنجيبها لكم كده من الاخر. انا بصراحه تعبت يا جماعه من الرز والمكرونه والفته واللحمه. طبعا ساعه العيد واحنا شغالين ناكل في اللحمه وناكل فراخ شويه مش عارفه ايه. طب انا زهقت يا ماما، طب نعمل اكل ايه يا ماما؟ قلت لها بصي انا عندي ايه، عندنا طبق الشاورما انا هتبله. حطيت بقى بهارات فراخ وملح وفلفل اسود وكمون وكزبره وبصل باودر وتوم باودر وبابريكا وشويه زعتر. انا المفروض كنت احط زبادي بس الزبادي كان ما جبتش، نسيت اجيب زبادي وانا طالعه، فنسيت. طبعا كان الكلام ده كان الساعه 6 الصبح، طبعا مين هيجيب لي؟ محدش هيجيب لي. فخلاص بقى استكفيت بشويه البهارات دي. حطيت بقى هنا يا جماعه شويه زيت، ماشي، وحطيت ليا، وحطيت معلقه سمنه بلدي. طبعا يا جماعه لو عملت شاورما بالليا زي ما كانوا بتشتريها من بره بالظبط، فاهمين؟ ما انتي اصلا ما بتجيبيها من بره على السيخ بيبقوا حاطين اصلا ليا، فاهمين؟ فانا بقى عملتها زي بره كده، بس طبعا ملناش في سياخ. حطيت بقى الشاورما، خليت بس اللي هي بس تسيح شويه، ويعني خدت لون كده كده. رحت حاطه بقى الشاورما، افضل بقى كده اقلب فيها لغايه ما تاخد بقى يعني تستوي كده، ونشوف هنعمل فيها ايه تاني. طبعا عايزه اقول لكم كملوا الفيديو الاخر عشان في مفاجاه في اخر الفيديو. كلكم لما تشوفوها تتبسطوا، وانا كمان اتبسطت قوي بيها اللي انا يعني عملت الحاجه دي. مش عايزه اقول انا جبت ايه ولا عملت ايه، عشان خاطر ما حدش يسيب الفيديو لغايه ما نتفرج عليه كده كلنا مع بعض على الاخر. ونشوف بقى كده احنا قبل ما نخلص هنشوف بقى ايه اللي جبته في الاخر. يلا بينا نتابع الفيديو الاخر، ولايك وشير وكومنت حلو. حطيت كده بقى، كنت مقطعه بصل وطماطم وفلفل جوليان او شرايح زي ما انت عايزه. حطيت بقى اول حاجه كده البصل، وحطيت هنا بقى شويه ملح وشويه كزبره وشويه كمون وشويه بابريكا، عشان حسيت ان هي ايه ناقصه شويه بهارات. بس بصراحه يا جماعه موضوع اللي هي ده هتست عالي قوي، كان طعمها حلو قوي. حطيت بقى كده بقى سبتها شويه كده، حطيت الطماطم والبصل الطماطم قصدي سوري والفلفل، ماشي. اقلب بقى لغايه ما تستوي حوالي 10 دقايق وتلاقيها استوت. وعملت بقى شويه سلطه الطحينه، وكنت جبت كاتشب وجبت شيبسي، وقلت بقى قضيت كده بقى انا وماما اليوم جبت كايزر وكده. قلت بقى يا جماعه نفسي شويه بدل الاكل بقى التقليدي وكده. كده احنا لغايه كده زي الفل، وظبطنا كل حاجه وعملنا الغدا. خلصنا بقى الغدا كده وهناكل بقى. حطيت بقى الشاورما، وكنت جايبه شيبسي زي ما انا قلت لكم، احط شويه شيبسي وكده. خلاص خلصنا. اقفل بقى كده الساندوتش. يا رب يكون بقى الغدا عجبكم. غدا خفيف وسريع، ما خدش معايا بصراحه نص ساعه وكنت خلصت. بس كده. يلا بينا بقى نشوف المفاجأة. مستعدين؟ يلا، 1 2 3. ايوه زي ما انتوا توقعتوا كده، جبنا كبة. زغرطولي يا ولاد، زغرطولي ان احنا اخيرا ماما جابت لنا كبة. قولوا لها شكرا قوي انت جبت لنا كبة والله العظيم. بصوا يا جماعة، انا جبت الكبة دي. انا بصراحة كنت رايحة على نوع معين، فنوع معين درجة قال لي ايه مش هتبقى عملية معاكي، مش هتنفع، وانتي عايزة حاجات يعني عشان حكيت له انا مثلا عندي قناة ومش عارفة ايه، وعايزة حاجة تكون تنفع معايا عشان التصوير كده. قال لي لا مش هتنفع معاكي خالص، دي ضعيفة و400 واط ومش عارفة ايه. لا خدي دي 1000، دي 1000 واط. الوعاء بتاعها 2 لتر، يعني ممكن تشيل كيلو لحمة، كيلو ونص بصل، فاهمين؟ طبعا انت عارفين احنا على طول بنعمل محشي وكده، فهندوس يعني في الموضوع ده. فانا بصراحة اللي عجبني فيها ان هي ايه، كبيرة وهتسيع وكده لو عزومة او اي حاجة. طبعا زي ما انتوا عارفين بنعمل اكل كتير، فهتنفع كده ويعني وهتفيدني. دي بقى يعتبر ايه الجهاز بتاعها اللي هي بتشتغل منها. بصوا يا جماعة النقطة دي، لما بتيجي السهم ده كده على النقطة دي ما بتشتغلش، حتى لو دوست على الضغط مش بتقدر تشتغل. دوست على النقطتين كده تقدر تشتغل معاكي. وده الغطا بتاعها، هحطها برضك معاكم. بصي هي بصراحة يا جماعة أنا يعني حاسة كده تطلع إن شاء الله جميلة وتحفة، وهقول لكم طبعا. ويا جماعة واللي جايب الكبة دي يقول لي، والله يقول لي بتاعت، وأنا هقرا بتاعت إن شاء الله. ماشي. هنا فيها زي فتحة كده، بتحطي مثلا منها زيت، تحطي مثلا بهارات، أي حاجة نسيتيها تروحي حطها من الفتحة دي، وبرضك ممكن تصب. ومعاها برضك السلاح ده ب6 شفرات.
عشان طبعا لو مثلا كيلو لحمة زي ما قلتلك تعرف تفرمها كلها. ودي طبعا الكتالوج بتاعها تستخدميها ازاي وتعمل ايه، وتعمل مثلا خضار ايه، وتعمل مثلا الحاجات اللي انت محتاجاها. ويا جماعة السلاح الاول ده ممكن برضو قالوا في الكتالوج ان هو ممكن يقشر الثوم، برضو هجرب الموضوع ده. ومعاها ضمان سنتين، جوه الضمان سنتين. هنشيل بقى كده الكرتونة ونجربها، نجربها بس وهي فاضية. لكن بقى ان شاء الله فيديو بتاع يعني منزل الفيديو ده ان شاء الله، الفيديو اللي بعده ان شاء الله هكون مستخدماها واعملها قدامكم يعني، وانا بعمل ان شاء الله اعمل اكل وراح مصورة عشان برضو كنا نجربها مع بعض. شلت بس منها حاطين هما بتاع كده عشان خاطر ما تعورش حد، عشان هي حامية قوي. شلت منها بتوع دول وهجربها. طبعا بس انا اول مره مش عارفه ايه يعني، مش عارفه اظبط معاها قوي. بس ان شاء الله هنقعد كده مع بعض ونظبط بعض ونعمل اكل مع بعض، فهنبقى تمام قوي مع الكبه دي. انا اصلا كل شويه هم مركبيها بصراحه، ما كنتش عارفه اركبها، بس انا قلت اوريها لكم عشان ايه لما تشوفوها مثلا وانا بس اعمل بيها ما تقولوش انت ايه ده ما قلتليش انت جايبه كبه. فانا ايه بحب اشكو كل حاجه انا بايه بعملها، والله كل حاجه بتحصل في حياتي بصورها لكم يعني في اطار المطبخ. بص بقول لكم، لو التكه على زي ما قلت لكم على النقطه مش بتقعد تشتغل، التكه من على النقطتين بتشتغل. لازم تعمل تيك، شفتوا زي ما كأني بتعملوا الخلاط يعمل تيك عشان يبدأ يشتغل. بصوا دي هتشتغل اهي. بصوا صوتها بصراحة يعني صوتها واطي كده، يعني صوتها مزعج قوي، صوتها حلو في المعقول. بصراحة هو بيقول لي براند حلو يعني ومستورد، فانا بصراحة جبتها بقى وهنستخدمها ونشوف هيحصل ايه فيها. بس هو انا بوريكم بتشتغل ازاي ما بتكون على على النقطة. طبعا بقى كده احنا خلصنا اليوم بتاعنا والفيديو بتاعنا. قولي بقى مبروك كده على الكبة، واشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد. مع السلامة.